سلام سلام بناتي، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت وياكم بفيديو جديد، قصة حزينة جديدة. بس أول شي بنات، إذا أنتم ما مشتركين بالقناة رأسا روحوا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وهمين انطوني لايك حتى الفيديو يصعد. بنات، خبرت أمي قلت لها يما إذا أنتي ما عندك يعني راح أجيب الجهال حتى أطلع، لأنه كلش ضايجة يعني، بس قاعدة بالبيت والدنيا باردة، هم ما أحب أخذهم وياي. فشنو سوينا؟ أخذنا الجهال ووديتهم عند أمي. ورا ما وديتهم يم أمي اجيت الماكدونالد حتى ناخذ شي نشرب وناكل، لأنه أني كنت لا متريقة ولا متغدية. فأجينا هنا الماكدونالد حتى شنو؟ حتى أخذ يعني الشي الأساسي اللي كنت رايته هو أخذ كوفي. فوالله صدق أخذنا قهوة وأخذنا فرايز وأخذنا بيبسي. فبنات هنا جينا جاي نطلب، بعدين ورا ما نطلب هو يعني بالفيديو كنا أنا وزوجي جاي نحكي وين نروح، لأنه للأمانة أمريكا ما بيها هواي أماكن حلوة، يعني كلها ميو خضار ومول، والمول يعني مو كبير وما بيه شي حلو. يعني انتو المول عندكم بالعراق انه مطاعم وأكل وما أعرف شنو، هنا الأكل حتى مو حلال. فشوفوا بنات، هنا اجينا بالداون تاون وكنا جاي ندور على مكان حتى نصف بيه السيارة. وبنات الداون تاون هذا ثاني مرة أجيب حياتي، صار لي تقريبا 6 سنوات بولايتي ورايحت له بس مرتين. أول مرة اجيت بيه كانت توني متزوجة، يعني صار لي أسبوع إنه عروسة جديدة، يعني تعرفون هانيمون وهاي السوالف. وهمينا أني اجيت يعني تزوجت ورا 3 أيام أنا رحت الولاية ثانية. يعني تخيلوا عروس جديدة توهي متزوجة ورأسة راحت الولاية ثانية ورا عرسها، يعني بيومين حتى والله مو 3. فالمهم قلت لكم هذا المكان اني ما رايحت له، يعني رحت له بس مرة وهاي الثانية. فسبحان الله انا وزوجي جاي نمشي وكنا جاي نتذكر، تتذكرين رحنا لهذا المكان، تتذكرين رحت لهذا المكان. فبعدين والله كنا كلش انه يعني منصدمين، وكنا نقول الوقت شلون مر بسرعة. يعني احنا ما شاء الله ما شاء الله اوريدي متزوجين وعندنا 3 أطفال، وتعرفون يعني السنين جاي تمر كلش بسرعة، واعتقد الكل يتفق. فبعدين شوفوا هنايا كانت الدنيا كلش باردة، واني مشكلتي من اطلع ما البس جاكيت قمصلة، لا جاكيت ولا قمصلة، ليش ما اعرف. فالمهم دخلنا لهذا المتحف، دخلنا للمتحف لانه اني كنت بردانة، مو لانه نريد نشوف شكو بيه. فوالله من دخلنا انصدمنا، شفنا انه بيه اشياء كلش حلوة هواية. بعدين قلت يلا خلي اصور لكم فلوج. فهنا احنا وجاي نفتر، رحنا على معرض السيارات، رحنا على معرض اكو هم ديناصورات مخلين، وهنا أنا جاي يعني يخلون الاطفال ويشرحوا لهم ما اعرف عن شنو، اعتقد عن اشياء طبية. فما صورتهم هواية، يعني هو اطفال ملتمين وبس. فرحنا حتى نستكشف المكان لانه قلت لكم اول مرة نشوفه. وبعدين بنات جت الحزينة لتفرح ما لقيتش مطرح، راح احكي لكم ايش صار وياي. طبعا شوفوا بنات هنايا هو عبارة عن 3 طوابق ماشي. وشوفوا هنا شوفت لكم هذا الروبوت، شوفوا بنات شلون الدنيا جاي تمشي بسرعة، وجاي يسوون ويصممون اشياء يعني جد غريبة وتكنولوجيا. فالله يسر يعني منا ال4-5 سنوات شنو راح يسوون. فالمهم بنات خل احكي لكم الدقة اللي سواها بي زوجي. احنا يعني واحنا قعدنا الصبح كنت ضايجة، قلت له خلي اودي الجهال لامي او ناخذ الجهال ونطلع كلنا نتونس. قال لي اذا ناخذ الجهال احنا ما راح نتونس، بالعكس راح نضوج ونرجع، لان راح يضلون يبكون. تعرفون الجاهل اذا شاف العاب شاف اكل راح يتشلب بعد ما يطلع، وكل محل نشوفه لازم احنا شنو نشرد ناخذه. بس باعوا لي البنات على هاي السيارة اللي تجنن، من جد دخلت قلبي وشكلها يخبل بس كلش صغيرة. وهاي سيارة سبورت، فكنت احاول اصورها لكم من كل الزوايا. فبنات سؤال لكم، كتبوا لي بالتعليقات انتوا تعرفون تسوقون؟ عندكم الدرايفر لايسن؟ اني بعد ما اخذ الدرايفر لايسن مالتي، فان شاء الله عن قريب ادعوا لي. فالمهم احكي لكم عن دقة زوجي قلت له خلينا نطلع ضايجة. فصدق طلعنا ودينا الجهال عند امي ما اعرف شنو احنا ما صار لنا ربع ساعة بهذا المكان كان شنو قال لي عندي شغلة مهمة لازم نرجع للبيت. قلت له يلا نرجع للبيت. صدق رجعنا للبيت كان شنو خابرته ساعة، شيراز وينك؟ قال لي يلا راح اجي ورا ربع ساعة. شو ورا ربع ساعة ارجع اخابره يقول لي ما موجود. شو هذا شو الشغلة مال 10 دقايق مالته صارت 3 ساعات. اني شنو الجهال اوريدي يم امي، فاني ايش سويت؟ قعدت ونظفت البيت وغسلت المواعين.
اجت الحزينة لا تفرح ما لقيتش مطرح. المهم بنات، شوفوا لي على هاي الديناصورات. هذا المتحف قديم بس للأمانة أول مرة ندخله. سبحان الله، شوفوا الديناصورات وش قد كان حجمها ضخم بالحقيقة. كنت جاي أصور وأقول لو الديناصورات هسه موجودة كانت ايش سوت بينا. كان ديناصورات هجمت الدنيا هجم. فشوفوا هنا اكو هواي أطفال كانوا دا يباعون وأهلهم يشرحوا لهم. فأنا وزوجي جينا جاي نقول المرة الجاية راح نجيب بنتي الكبيرة لأنه هي يعني تفهم وتحكي وتعرف، فقلنا راح نجيبها حتى تتونس. وهنا شوفوا هاي الشاشة كانوا مشغلين موفي مال ديناصورات، فكل الأطفال كانوا دا يباعون. فإحنا قلنا خلاص المرة الجاية أكيد راح نجيب بس واحد منهم مو كلهم. وانتو همينة إذا يعجبكم تطلعون همينة تاخذون أطفالكم وياكم لو تخلوهم يعني عند أختك أو أمك أو عيالك. أني هنا ما عندي بس يعني أهلي، فأكيد راح أخليهم يم أمي. وللأمانة يعني طلعنا حتى نستمتع، يعني أوكي استمتعنا 20 دقيقة مو أكثر، وراها رجعنا البيت. فقلنا على أساس نطلع وأكو هنا مطعم تركي نروح ناكل ونفتر، بعدها نروح للمول. أكو مول يعني بعيد عنا نص ساعة كبير. فقلت أروح أصور لكم وأصور لكم فلوجين 3 لأنه أنتم مليتوا أعرف من الروتينات والطبخ، ومحضرة نفسي ويابا شنو أروح شو أسوي لهم فيديوهات، وأروح الألتا وأروح السيفورا وأشوفكم المول مال أمريكا وما أعرف شنو. وبالأخير رجعت للبيت غسلت لي مواعيني ورحت يم أهلي تعشيت ورجعت. يعني تصوروا أني من ورا رجلي أني لا متريقة ولا متغدية بس على القهوة. فالمرة الجاية يجوز شوفوا هنا قاعد على الموبايل حاير بموبايله. وهنا رجعت للبيت جاي أشوفكم إنه أنا غسلت المواعين. كانت الغسالة توهي طافية، يعني توهي خلصت المواعين. الغسالة تاخذ ساعة وهو خلص 3 ساعات، كان دا يصلح يعني سيارته إنه حالة طارئة. فهنا بالبيت اجاني بالسبعة والدنيا اوريدي مغرب، كنت كلش معصبة وتعاركت وياه بالسيارة. وشوفوا هنا رجعت البيت أهلي وقال لي أمي سوت لحم بعجين وكبة وكان عندها تمن. وبنات الفيديو لهنا وراح ينتهي، مع ألف سلامة. لا تنسون تشتركون بقناتي وتابعون الانستغرام.